زلزال دبلوماسي يهز شمال إفريقيا. إدارة ترامب تضع الجزائر أمام الأمر الواقع. اتفاق سلام نهائي مع المغرب في غضون 60 يوما فقط. هل نرى قمة تاريخية في واشنطن شهر مايو المقبل تنهي عقودا من الصراع؟ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف فجر المفاجأة وأكد أن فريقا يعمل ليل نهار بإنجاز صفقة القرن المغاربية. الضغط الأمريكي لم يتوقف هنا بل امتد لبعثة الأمم المتحدة، حيث كشفت واشنطن رسميا عن انطلاق مباحثات في مدريد بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا. السيناتور الجمهوري جو ويلسون كان أكثر صراحة، حيث دعا الجزائر صراحة للتخلص من جبهة البوليزاريو التي وصفها بالإرهابية والشيوعية، والابتعاد عن محور بوتين وإيران مقابل مستقبل زاهر وعلاقات عسكرية واقتصادية متينة مع الولايات المتحدة. مستشار ترامب مسعد بولس أكد بدوره أن واشنطن تفتح قنصليتها في الصحراء قريبا، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فهل تنصاع الجزائر للضغط الأمريكي وتفتح صفحة جديدة، أم أن صخرة العناد ستحطم هذه الوساطة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل تتوقعون فتح الحدود قريبا؟ ولا تنسوا الاشتراك لتتابعوا معنا تفاصيل صفقة ماي المنتظرة. كان معكم أخبار اليوم تي في. السلام عليكم.